الأهلي يخسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. هنا لازم نقف ونقول مبروك لطلائع الجيش الفوز النهارده. فرقة محترمة، فرقة رجالة، فرقة تستحق النهارده الفوز. تخيلوا طلائع الجيش بأقل إمكانيات، بأقل عقود، النهارده بتفوز على النادي الأهلي. روح من أول دقيقة لآخر دقيقة، كأنهم أبطال الدوري. طلائع الجيش بالأداء بتاعه النهارده اللي بيلعب أمام الأهلي. لعيبة النادي الأهلي النهارده، الأهلي بدون طعم، بدون شكل، بدون روح. مدير فني واقف على الخط بيتفرج على المباراة زينا زيه بالظبط. هو ده شكل الأهلي للأسف. مش هي دي الروح اللي احنا شفناها السنة اللي فاتت في الدوري. الأهلي بقاله فترة وحش جدا، لعيبة تحس إنها شبعانة، لعيبة معلمين في الملعب، لعيبة بتلعب بالشوكة والسكينة، كأننا متصدرين الدوري وحاسمين الدوري من فترة. لو واحد ما شافش شكل الجدول، هاتولنا شكل الجدول عشان تبقى لعيبه النادي الاهلي اللعيبه الشبعانه، اللعيبه المتصدره، اللعيبه المتصدره الاعلانات، اللعيبه اللي واخده اعلى عقود في مصر، يشوفوا شكل النادي الاهلي واللعيبه دي موجوده. النادي الاهلي في المركز الثالث وبالاداء وبالروح ده. عشان كده النهارده النادي الاهلي ما يستحقش حتى انه يكسب. هنقعد نقول ملعب وحش وملعب ما اعرفش ايه، ملعب زي ما انا بلعب عليه طلائع الجيش بيلعب عليه. لعيبه رجاله من اول دقيقه، من اول ثانيه في المباراه لاخر ثانيه في المباراه. النهارده لو هيتقال شكرا، يتقال لجمهور النادي الاهلي العظيم النهارده اللي موجود باعداد كبيره من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجع الفرقه. هو ده الوحيد اللي يتقال له شكر النهارده في ظل العك الكروي النهارده اللي بيحصل، سواء من اللعيبه او من المدير الفني اللي كمان عليه تساؤلات كبيره النهارده في إدارته للمباراة. واقف هدوء على الخط، هدوء، مفيش روح، مفيش حماس، ما بيزعقش حتى في اللعيبة. والرسالة دي واصلة للعيبة جوه الملعب. اللعيب بيروح بهجمة خطر بيفنش عادي، ضاعت عادي، مفيش أي مشكلة. في النهاردة فردية من بعض اللعيبة، أنا عايز أطلع أنا نجم المباراة وأنا اللي سجل هدف. في لعيبة معلمين في الملعب بتلعب بالشوكة والسكينة وبأداء وبمنظرة. علشان كده هي دي كرة القدم، هتديها وهتخلص لها وهتلعب بروح وهتموت نفسك في الملعب، التوفيق بيجي والمكسب بيجي. لكن النهارده ولا شكل ولا روح ولا اداء ولا اي حاجه، والنادي الاهلي النهارده يستحق الخساره. انا بس بقول لعيبه النادي الاهلي والماتشات اللي جايه، اللي بيلعب دوري ابطال افريقيا، واحنا الاهلي دايما بيلعب على المركز الاول، دايما بيلعب على البطوله بالشكل ده، ما اقدرش اقول النادي الاهلي هياخد الدوري. علشان نكون صراحة مع جمهورنا، صراحة مع كل الأهلاوية، بالشكل ده غير النتيجة، بالشكل ده وبالروح ده وبالأداء ده مفيش دوري السنة دي ولا في مركز تاني. يعني أنت بتتكلم السنة الجاية دوري أبطال أفريقيا الأهلي ممكن ما يبقاش موجود فيه، إن بيطلع الأول والتاني بالشكل ده. ممكن السنة الجاية النجوم الكبار اللي عندنا البهوات والمعلمين يلعبوا في الكونفدرالية. ده ردي، ده كلامي بعد الاداء وبعد الروح اللي احنا شفناه النهارده امام طلائع الجيش. كابتن شريف عبد المنعم. كابتن اسامه، اداء غير متوقع تماما يعني. شكل ملعب وشكل مباراه ما فيهاش اي رغبه للفوز من لاعبي النادي الاهلي. زي ما انت قلت الملعب عليا وعليهم يعني، ولكن اداء طلائع الجيش بيتحركوا لبعض، كل الالتحامات بتاعتهم، اللاعب بيخش عنده روح ان الكوره تبقى بتاعته. لاعبي النادي الاهلي بيقفوا يتفرجوا على بعض. الكوره مش هتديك بالشكل ده، الكوره عايزه المجهود، عايزه اللي بيتعب في الملعب، عايزه الروح. زي ما قلنا احنا في الشوط الاول اتكلمنا، احنا رحنا وعملنا 5-6 كور وكنا ممكن نكسب في الشوط الاول 2-3 يعني. انما الشوط الثاني احنا ما رحناش على الجون، احنا بندور على الكرة الانجليزية اللي هي من ورا عشان نخلص منها ونلعبها في الصندوق وخلاص. تغييرات حتى اللي حصلت تغييرات بطيئة، تغييرات متأخرة جدا، تغييرات مش مظبوطة يعني. شكل حتى التغيير، انا بنزل لاعب يبقى هيلبنج للمنطقة او للاعب اللي جنبه، او يعمل سيكولوجية حتى للفرقة اللي احنا بنلعبها، بنهدده بالتغييرات دي. التغييرات دي نازلة على اساس ان احنا هنعمل العرضيات بس وكلام من. طب هو فين راس الحربه اللي انا براهن عليه؟
عشان ياخدوا العرضيات دي، ده انا بقى لا بلعب باثنين ثلاثه راس حربه بقى، بغير في التاكتكس واحنا بنتكلم انا وثابت، يعني ندخل بقى جوه بن شرقي خدت بالك جنب الراجل مروان، ونعمل طرف بحسين الشحات خدت بالك، ونشوف ايه اللي احنا مش محتاجينه. العب بثلاثه 4-3، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني ايه اللي انا مش محتاج الاربعه اللي ورا دول، يعني خلاص يعني اطلع واحد، انا كنت اطلع مثلا هادي واخلي هاني وبالعمري وياسر وازود سنتر فيرود من الناحيه الثانيه. يعني انا بطلع وينج بنزل، لا انت بتطلع راس هاف حربه، انزل راس حربه، انت بتطلع هاف اللي هو بياخد الكره الثانيه وبتنزل مكانه وينج. انا مش محتاج الاربع لعيبه دي في اي مباراه، حتى مش في المباراه دي بس. انما انا ما زلت برضو عند ان ملعب الكوره ده ما يتلعبش عليه كوره بس، ده عليا وعليك بقى، عليا وعليك. انت ما بتهينش نفسك، انت ما عندكش رغبه انك تخش حتى تاخد ضربه جزاء، انت ما بتفكرش تلتحم، والكوره بتدي الزياده العدديه جوه ال 18. يعني انا بشوف ان الفرقه الثانيه بتلعب هادي جدا وبتلعب راسيه جدا، عشان انت اللي مديها الهدوء ده، وانت اللي مديها ان هي تلعب براحتها. الالتحامات حتى الضغط عليهم مش موجود خالص، الراجل بيلعب ويوقف الكوره زي ما عايز ويحاول يروح عندك الناحيه الثانيه، بيروح بكل سهوله برضه. فالتفكير والتغيير والشغل كله ده ما اعتقدش في كام يوم كده في السفر ده يمكن هنشوف. يمكن الملعب زي ما انا قلت هو سبب اللعيبه دي مش قادره تلعب عليه. لا ما اقدرش اقول انت فاهم قصدي انا ايه؟ يقول يمكن، ما انت يمكن تشوف، الفرقه دي. انا فرقه النهارده بتلعب على بطوله الدوري يا كابتن شريف، ما ينفعش حتى لو بلعب في ملاعب. بقول لك اداء، انت كنت زمان بتلعب ما فيش ملاعب بتلعب عليها، معلش اداء غير متوقع خلصنا منه ده، يعني ده غير متوقع تعمل اللعيبه دي كلها. انما انت ممكن تيجي في رادس خدت بالك تتفرج على فرقه ثانيه خالص، يعني ما تتفاجئش يعني ان اللي حصل النهارده ممكن ما يحصلش بكره ولا بتاع. وبيبقى في ايام كده يعني هي مش مواجبه. عدم دخولنا في الجدول في الاوائل يعني والكلام من ده، دي كوره برضو، يعني دي كوره برضو هتبقى عليا وعليك وعلى الفرق. بس ان انا بشوف والله انا عايز اقول لك على حاجه، يعني ايه العب ماتش مهم للنادي الاهلي والكلام من ده على ملعب زي ده. يعني انا في حاجات برضو بتتعمل فيك، يعني انا لا انا اختلف معاك في النقطه دي معلش يا اسامه، حتى لو الملعب وحش يا كابتن هرجع زي ما حضرتك بتقول حتى عليا وعليك، حتى لو تعادلت النهارده هو سجل هدفين، انا لو تعادلت النهارده في نفس الملعب، انا ما عنديش رفاهيه النهارده مفيش مبررات. انا ما عنديش، انا راجل بلعب على بطوله الدوري، يبقى اقول مبررات عشان الملعب. انا مش ببرر اللعيبه على فكره، انا ببرر الشكل اللي انا اتفرجت عليه. ده ملعب ما يتلعبش عليه درجه ثالثه، مباراه درجه ثالثه مع احترامي، يعني ان انا اتوسم ان انا هشوف كره حلوه قوي من الفرق الكبيره اذا كان اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز على الملعب ده، ما افتكرش ان انا هشوف. ولكن احنا فقدان الرغبه في الفوز، فقدان الروح النهارده والالتحامات والكلام من ده، والكره مش هتدي لك، يعني لازم تبقى بتفكر بمفهوم تاني خالص.